السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العظيم، كما ينبغي لكريم وجهه ولهزة جلاله ولقدم سلطانه ولنور وجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وقامت به السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. كيف الحال يا أصدقاء؟ أصدقائي هم المسلمون السنة من أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أصدقائي بل أحبائي الذين يجاهدون في سبيل الله الآن، هؤلاء أحبائي. أما أصدقائي فالمؤمنين من دونهم. المهم سأتحدث لكم اليوم عن من هو إبليس وسط أجناس الأرض، من هم الجن وسط أجناس الأرض. لماذا رفع الله عز وجل إدريس عليه السلام مكانا عاليا؟ لماذا لا تفكر في مثل هذه الأمور؟ لماذا لم يقل أحدكم إبليس من هو وسط أجناس الأرض؟ الجن من هم الآن حاليا؟ الجن الشياطين يوهمونكم بأنهم لا يرون وأنهم يسكنون في البلوعات وفي تحت الأرض. هل هناك حياة تحت الأرض؟ لا توجد حياة تحت الأرض مثل ياجوج وماجوج. ياجوج وماجوج ليسوا تحت الأرض، ياجوج وماجوج هم الصينيين، هم الصين. لأنني أنا حينما أخرج المهدي سأمنع التجارة مع الصينيين فيثورون ضده ويأتون ب3 ملايين جندي إلى عاصمة دمشق ويمنحني الله عز وجل قنابل لها قوة تدميرية أكثر مما تفعله، يعني قنبلة مثل التنس، مثل كرة التنس لها قوة تدميرية تفوق 100 قنبلة هيدروجينية. قنبلة هيدروجينية يعني هي تفوق في قوتها التدميرية القنبلة النووية. سأنزل تلك القناة قنبلة واحدة على جيج فيبادون بإسرهم بأكملهم. هؤلاء هم ياجوج وماجوج، يعني الصين ومن يواليهم من الجنس الأصفر، هؤلاء هم ياجوج وماجوج. سدهم هو الذي بناه ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني كان مؤمنا وليس كما يروج عنه الكفار بأنه كان وثنيا أو كان يعبد الأصنام. لا لم يكن يعبد الأصنام، كان يعبد الله عز وجل. والأرض التي مغرب الشمس هي المغرب إنه أتى إلى المغرب. وبالنسبة لي عين حامية يعني بركان في قرب كان